اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وفي أحسن حالة. النهاردة هنعمل مع بعض يا بنات محشي اللي هو الكرنب، وهنعمل مع بعض فراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. غسلنا الرز، نزلنا بمعلقة فلفل أسمر، معلقة كمون، اهو معلقة بهارات المحشي اهو بالشكل الحلو ده يا بنات كده. يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا اهو. وكزبرة ناشفة والملح اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت تجربوا طريقتي، المحشي كان خطير خطير خطير. ها، ومعانا الخضرة اهو زي ما حضراتكم شايفين، قلبناها مع بعض وشايفين التسبيكة الجميلة بتاعتي اللي بعملها دايما اهي. شايفين يا بنات؟ هتخلي لكم الرز احمر وتحفه تحفه، مش هتاخدوا اي وقت طول ما انتوا قاعدين. طماطم ان شاء الله ترخص دلوقتي، وهنعمل التسبيكه تاني ونعينها في التلاجة، وهنحشي بالشكل الحلو ده اهو. انتوا عارفين التسبيكه احنا عاملينها مع بعض قبل كده، اللي هي بصلايه مبشوره والعصير الطماطم، ونزلنا بالتوابل عليها اهو. شايفين يا بنات الرز احمر وجميل ازاي؟ شايفين صوابع المحشي عامله ازاي؟ عملنا الفرشه بتاعت المحشي من الكرنب نفسه اهو. العصيان بتاعت الكرنب رصيتها من تحت في الحله علشان لو اتحرقت ما تتبوظش المحشي او اي حاجه، مع انها ما بتتحرقش مني ولا حاجه اهو يا بنات. شايفين مفيش اروع من كده اهو. يا ريت تجربوا طريقتي مش تندموا. انا ليا بدري ما نزلتش معاكم فيديوهات اهو. يا ريت تدعموني بلايك وشير، تشتركوا في القناة بقى اهو. مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. بعد ما خلصنا لف المحشي بالشكل الحلو ده، حشينا المحشي كله ونزلنا. كانوا فاضلين معايا كام معلقة صلصة، نزلت بيهم على وش الحلة بالشكل الحلو ده يا بنات. بتخلي المحشي احمر من جوه، والشوربة بتاعت المحشي حمرا وجميلة. مفيش احلى من كده. يا ريت تجربوا طريقتي وتعملوا كل اللي بعمله بالظبط اهو بالشكل الحلو ده يا بنات. ومعانا الفراخ، نزلنا بالفراخ معلقة سمنة صغيرة ونقلب الفراخ فيها. نزلنا بورق لورا وحبهان ومستكة وقرفة، وبالشكل ده كده نقلب الفراخ يا بنات. وادي تقديم المحشي اهو شايفين. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.